مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا اليوم كله ان شاء الله مع بعضينا، بس في الاول كده بغسل الصينيه. انا عندي مواعين بس مش هغسلها دلوقتي. نزلت جبت طلبات من السوق وجبت فرخه هجهزها النهارده ان شاء الله، وهبيتها في التلاجة. هعمل لها الخلطه الحلوه بتاعتها وهحطها في التلاجة تتنقع لحد تاني يوم، علشان ان شاء الله هعملها مشويه وادخلها الفرن. بعمل الفراخ المشويه بطريقه حلوه خالص. انا قلت للراجل بصراحه ما تقطعش الفراخ، انا هقطعها في البيت. غسلتها كويس ونضفتها، وبعد كده هحط لها الحاجات اللي احنا بنحطها. انا جبت فرخه واحده علشان خاطر ان شاء الله هطلع كيس لحمه باذن الله، هنعمل طاجن باميه. عايزه اقول لكم في حته عند الجناح كده انا بقطع الحته الصغيره دي عشان بتبقى شايله سموم، والرجول ماما بتحبها، فالراجل بيحط حبه من الرجول، بحط حبه من الملح وبحط حبه من السكر وبعصر ليمونه وشويه من الخل، وكده بقت جاهزه. اسيبها بقى منقوعه ساعتين. الجركن ما كانش فيه صابون، فقلت افضي كيس صابون علشان اعرف اغسل المواعين. عندي شويه مواعين وحاجات الغدا بتاعت امبارح، فبصراحه سبت كل حاجه ونزلت الاول جبت طلبات عشان الشمس. جبت بقى حته سلكه، بس السلكه القديمه بغسل بيها الحوض وبغسل بيها اللي حوالين، يعني السيراميك حوالين الحوض كده، وبعد كده برميها. وانا حطيت سلكه نضيفه ديت اللي هغسل بها المواعين. انا غسلت الاول كده وحطيت حبه من الديتول علشان الزفاره بتاعه الفرخ، وهنبتدي نغسل بقى المواعين بتاعتنا. دي الزبادي والحاجه عشان الحاجات اللي احنا فطرنا منها الصبح، الصينيه بتاعه الفطار. واتبقى جبنه حطيتها في التلاجة. ان شاء الله برضو يومنا كامل ان شاء الله مع بعض باذن الله هنزله لكم. ما تنسوش تعملوا لي متابعه واشتراك بعد اذنكم. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى انا مش بحب اغسل المواعين الا بالسلك اللي هو الخشن، مش بحب اغسل بالسلك اللي هو الالومنيا. فعطشت بقى قلت اشرب حبه ميه. الحله دي كانت بتاعه الباميه بتاعه امبارح. مش عايزه اقول لكم الباميه اللي احنا عملناها امبارح ماما اللي عملتها، يسلم ايديها، خطيره خطيره. بعد اذنكم اعملوا لي اشتراك على قناه اليوتيوب، القناه اسمها سفرة مرفت، وما تنسوش تحط اللايك وكومنت حلو. وكان عندي غسيل، شغلت الغساله، قلت عقبال ما الغساله تخلص اكون انا خلصت المواعين. قبل ما اعمل معاكم الروتين دخلت سقيت الزرعه. عندنا زرعه حلوه خالص ان شاء الله هوريها لكم في روتين بكره. الزرعه اسمها زرعه الصبار، حلوه قوي، ماما بتحبها جدا. عايزه اقول لكم بقى معلومه عن ماما اول ما تلاقي مواعين في المطبخ بالليل تبقى عايزه تريحنا وتخش تغسل، عشان كده بقى انا مش ببيت مواعين خالص. ولو في مواعين ببقى هين عليا اخبيها عشان خاطر هي ما تقفش تغسلها، لان غلط عليها هي تقف وتغسل مواعين، وعشان دراعها والعمليه اللي عاملاها، يا رب يشفيها ويعافيها يا رب. بالله عليكم انا بحبكم جدا لما بتدعوا لماما، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمني منكم. مش عايزه اقول لكم ماما بتحبكم قد ايه. وخلاص كده قربت اشطب المواعين. ما تنسوش اليوم بتاع بكره ان شاء الله في طاجن باميه باذن الله، وهنعمل فراخ مشويه، وهنعمل مكرونه بالبشاميل ان شاء الله. حنان وهي جايه من الشغل ربنا يديها الصحه والعافيه جابت لنا واحده كبيره بسم الله ما شاء الله 4 كيلو من الشمام. غسلتها كويس عشان الاتربه، وغسلتها بميه ساقعه كمان. بعد ما غسلتها تحت الحنفيه حطيتها في ميه ساقعه. اللب ده ماما بتحبه خالص، وبتحب برضو لب البطيخ. طبعا هنا ملك كانت قاعده تشاكلني وبتكلم فيا. يا رب ما تطلع مسخه، لو طلعت مسخه هنحط عليها سكر، بس انا دقتها طلعت خطيره خطيره خطيره. مش هنحط عليها سكر علشان ما نتضرش، لان السكر بيقلل من مناعه الجسم، وكمان عشان ماما. بس هي ما شاء الله طلعت حلوه، يسلم ايديك يا حنان، ربنا يخليكي لينا. هاخد نصهم هخليهم للغدا، والنص التاني هنطلع ناكله بقى انا وماما وحنان وملك كده قبل ما احضر الغدا، لان احنا فطرانين من بدري. تعالوا كلوا معانا. خلاص كان الحمد لله. اغسل بقى البوتاجاز وادخل بقى على الغدا على طول. معرفش اعمل اي حاجه خالص الا لما اغسل البوتاجاز، اتعودت على كده. وعلشان الحمد لله بغسله كل يوم مش بياخد مني يعني مجهود كتير، حاجات بسيطه كده وبخلص على طول. والحمد لله السيراميك اللي ورا البوتاجاز اول باول بعمله. ودايما لما بكون عامله مكرونه او في بخار طالع بجيب حته قماشه وبمسح على طول السيراميك لو في حاجه من الزيوت. هنا بقى هسلق بقى 5 بيضات، وهقشر بطاطس، وحنان جابت لنا التموين، ربنا يديها الصحه والله تعبت النهارده، صحي الساعه 4 الفجر راحت الشغل،
وهي جايه جابت لنا الزيت والسكر، راحت جابت بالبطاقه التموين بتاعنا. فقلت بقى هعمل اكل خفيف علشان بكره ان شاء الله هنطبخ. والجبنه دي اللي انا جبتها الصبح هحط عليها حبه من الزيت. بصراحه البيت من غير زيت صعب خالص، واحنا عندنا الزيت بقالنا كده ايه كام يوم. قطعت طماطم وخيار وحطيت حبه من الكنتالوب والجبنه. هقشر البيض وكده يومنا خلص. ناقص بقى البطاطس على البوتاجاز. يا رب يكون يومي عجبكم النهارده، ما تنسيش تحطي لي اللايك. خلاص كده خلصت الغدا. هحط بقى رشه من الملح على البيض وعلى طاسه البطاطس. احنا غدانا النهارده بيض وجبنه وخيار وطماطم عشان بكره ان شاء الله هنطبخ، وجاي لنا ضيوف عمامي جايين اهو. حطينا كنتالوب وخيار وطماطم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعيد يا رب. تعالوا تغدي معانا بيض مسلوق وجبنه وبطاطس مقليه وطماطم واناناس. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اتغدوا معانا. ملك عشان عندها درس، فهي بقى هتاكل بعد المغرب على طول. بيصلوا المغرب وبيروحوا عشان يحفظوا القرآن.